أنا عكس الناس، حاسس إن أنا مخنوق وقفلت. بتضايق جدا لما بشوف الدم مطرطش على الأسفلت. مش فارقة كتير لو كان الدم لحد بدقن أو كان من غير. مش عارف أنام وبشوف كوابيس بدل الأحلام. أجي أشد ملايتي أحس إني بشد الأكفان. أسمع مزيكا فتطلع لي بين النغمات أصوات جنازات. مش عارف أحس رومانسية بنت اسمها ذات. أصل أنا بالذات مش قادر أصنف وأميز وأعمل تفريق. مش قادر أقسم ناس بلدي لفريق وفريق. أنا شايف كل الناس إنسان. مش قادر أقول على ده مصري وعلى ده إخوان. بقى في يوميا ناس متصابة ومقتولة، ناس بتصدر غيرها للموت، عاملين حاجز من لحم الناس. حضرات القادة والمشاهير بيضحوا عشان هم يعيشوا بآلاف الجثث المجهولة. ويموت الغلبان المتساق، ويموت الغلبان المتساق، والسايق اخره ميكروفونات ومنصة وتسقيف وبطولة. بقى بالذمة دي تبقى رجولة. والشيء اللي يجنن اكتر لو واحد مات والتاني عاش وما يعرفهوش، التاني ما يترحمش عليه ولا يشغل باله مات ازاي ولا ميت ليه. واللي يجنن اكتر واكتر لو كان من ضمن فريق تاني، مش بس لا يزعل ولا يحزن لكن يفرح ويقول احسن. من امتى بنشمت في اللي يموت؟ ناس تقرا خبر موت ناس تانية ويعدي الموضوع بسهولة. والامتى في ساعة فرحتنا في حاجة تخلينا ندمع؟ والامتى الشمس تكون طالعة ونسيب الشبابيك مقفولة مع ذلك نشتكي من الضلمة؟ بقى ده ينفع؟ بقى معقولة؟ مش بنكمل ولا نتجمع غير بس في اعلان كوكاكولا. مكملين متجمعين بكل